السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني جدا. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض البقسماط بتاع الافران. معانا باذن الله بقى في المقادير ربع كيلو مية، اللي هي 250 جرام مية. معانا 10 جرام خميرة، 25 جرام سكر. هنا معانا 80 جرام زيت، على 20 جرام سمنة. ممكن سمنة بس، ممكن زيت بس، براحتكم طبعا. معانا 500 جرام دقيق، ورشة ملح. طبعا في البداية حطينا الدقيق مع السكر والخميرة، ونزلت بالزيت مع السمنة. ممكن سمنة بلدي، ممكن سمنة عادية اللي هي العلب العادي يا جماعة. ممكن زيت بس، ممكن سمنة بس، اللي يعجبكم طبعا. وهنبتدي بقى نقلب المقادير مع بعض، ولازم نشرب حبات الدقيق بالزيت والسمنة. ضروري يا جماعة نبسهم، علشان البقسماط يبقى هاشش ويبقى مقرمش في نفس الوقت. طبعا في ناس كتيرة بتخاف تعمل البقسماط، وانا من ضمن الناس اللي كنت بخاف اعمله، بس الموضوع بقى سهل بالنسبة لي يعني. هو بس كانت مشكلته معايا في تسويته ما كانتش بتظبط معايا، يا اما كان بيبقى معضم يا اما كان بيبقى طري. هنا بقى اخر حاجة هننزل بالمية، طبعا حبة حبة، مش عايزين نحط المية كلها، طبعا دي حاجة المفروض احنا حفظناها. بنحط المية حبة حبة، بحيث ان العجينة ما تبقى سايحة معايا لو المية زادت، او لو حتى هي بسيطة، يعني المية مثلا طلعت قليلة نزود مية، مفيش مشاكل. لكن لو العجينة طبعا سايحة هنضطر نجيب دقيق غير الدقيق الاصلي اللي موجود في الوصفة، والوصفة تبوظ. لا، احنا عايزين بالراحة كده وعلى مهلنا، حبة حبة بالمية. هنا بوريكم بقى اتعجن وارتاح شوية، وهنا كنت بشكلت منه، بوريكم شكله اهو. طبعا معانا سمسم عليه مية عشان يعني يلزق على البقسماط. ويا ريت يا جماعة السمسم ده لو يقعد في المية يعني قد 5 دقايق بس، يشرب من المية، بحيث ان انتوا لما تحطوه على البقسماط ما يقعش بعد التسوية، لان المشكلة دي كانت دايما بتواجهني. وحتى في الفيديو هنا ممكن يكون حصلت لي حاجة زي كده، بس انا ابتديت بعد كده، عرفت بعد كده ان ازاي البقسماط يلزق وما يقعش. هنا بوريكم العجينة طيعة وجميلة ازاي، وعاملة زي الملبن، والله العظيم جميلة. بوريكم بقى بقطعها حتت. بصوا دي احلى طريقة تمسكوها العجينة، تفردوها وتقطعوها كده صوابع، وتبتدوا ايه انكم ترلوها كده، بتبقى سهلة. غير ان انتوا تكوروا وترجعوا تفردوا وترجعوا، لا، هي كده افضل بكتير. بصوا هنا بوريكم الدقيق بالمية، كمية قصدي السمسم بالمية عذرا. ونبتدي بقى نحط في صاج، ما ندهنوش حاجة يا جماعة. هو البقسماط فيه كمية الزيت الكافية وكمية السمنة الكافية جدا، ما تخلوش يلزق في الصينية، ما تقلقوش. هنا طبعا بنقطع كده، انا لما بلاقيها كبيرة شوية على الصينية طبعا بقى ببتدي اقصها زي ما انتم شايفين كده، بنبرم ونحط في السمسم بالمية. ضروري يا جماعة اهو. ويا ريت يا جماعه لو عندكم صيجان، الصاج بيكون افضل بالنسبه للبقسماط، كمان احسن من الصواني المدوره. هنا بوريكم هنا، دي كانت رفيعه معايا فتخنتها شويه اهو. بصوا ترولوا تقطعوا، تجيبوا قطعه العجينه، وبتبتدوا تقسموها كده صوابع، يا دوبك ترولوها رلتين، بتبقى الموضوع سهل جدا معاكم اهو. نرولها نحطها في سمسم بميه، نحطها في الصواني. هنا بوريكم الكميه اللي عملها نص كيلو دي، ما شاء الله عمل قد ايه. 4 صواني معانا، حجمهم حلو ازاي. بصوا الكميه. طبعا هيخش معانا بقى، هنسيبه يخمر بتاع 10 دقايق، ما نزودش اكتر من كده. وطبعا العجينه في الاول ارتاحت شويه، لازم يعني بتاع 10 دقايق برضو قبل ما نشكل. وبعد التشكيل 10 دقايق تدخل على فرن 180 في الاول. وبعد كده ايه لما نلاقيه ابتدى يمسك يشد في الفرن، نبتدي ايه نوطي النار شويه، نوطي النار شويه. ووريكم هنا شكله عامل ازاي، وبيتكسر معايا بكل سهوله ازاي، وجميل ازاي. وما تنسوش بقى يا جماعه اللايك والاشتراك في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.